تيقول لك التاريخ يعيد نفسه، وانا نقول لكم الفضيحه تعيد نفسها. هاد المؤثرين ديال العالم الاخر فرنسا والله ما بغاو يتعلموا من بعضياتهم، تيطيحوا في نفس الفضيحه: الكراهيه، العنف، الفتنه، الخ الخ الخ. داك شي وحدين تحاكموا عطاوهم شهر ونص نافذ، وزيد عليهم 10 سنين ما يحطوش رجليهم في التراب الفرنسي. وواحد اخرين جايهم المحاكمه. يعني هادشي كامل خلاو البصمه ديالهم بأسوأ الفضائح في فرنسا. وعاوتاني بانت واحد المؤثره اللي كتحرض على الكراهيه والعنصريه من قلب المعرض ديال الفلاحه في باريس. واش هادو ما عندهمش عقل؟ ما تيفكروش؟ نفس السيناريو كيتكرر لحد الان. باقي ما بان لي حتى شي مؤثر مغربي هضرت عليه الميديا الفرنسيه. علاش ما كيهضروش على المغاربه؟ حيت المغاربه عندهم عقل. هذا هو الفرق بيننا وبينهم، العقل. بين الانسان العاقل ولا كرياتور الاخرين اللي كيداويهم البيطري دومير. حنا ما كنزلوش المستوى ديالو، ما تنعايروش، ما عندناش العنصريه، كنعيبوش في خلق ربي ابدا. وبين هاد الكراهيه وهاد العنصريه ماشي غير من هاد المؤثرين، راه هي ثقافه، ايه، تراث عند مؤثرين وسياسيين واعلاميين، ووصلت المواطن العادي. وكيفاش نفسروا هذا التكرار ديال نفس الاخطاء تيطيحوا فيها، نفس الفضائح؟ قلت لكم ثقافه، تراث تيجري عندهم في الدم. anyway، حنا كنقولوا لكم مرحبا بكم في كاس افريقيا. اقسم بالله المغرب يفرح بكم، حتى هذه اللي كانت في المعرض مرحبا بك. غير الا شدوك تما ديك الساعه ما تقدش تجي كاس